مساء الخير يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما يا رب. انا النهاردة جايبه لكم ماسك جديد بطريقة جديدة بمكونات مختلفة. النهاردة جايبه لكم ماسك عن ايه؟ ماسك برتقال. بس قبل ما ابدأ معاكم الماسك متنسيش تعملي لايك، لو اول مرة تشوفي القناة متنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني اول باول. ايه هو الماسك بتاعي النهارده؟ هو برتقال، عصير برتقال وكمان قشر البرتقال. حابه اقول لكم احنا ممكن نعمل بيه ايه. احنا ممكن القشر البرتقال ده بنمسكه كده، بندعكه كده اهو مرارة تكرارة كده. شايفين هو بيطلع ايه؟ لما بتدعكي بيه كده هتلاقي الجلد بيلمع. هو القشر بتاعه ده لما بتعمليه بالطريقة دي بيساعد على تفتيح البشرة، بس مع الاستمرار. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن ان احنا قشر البرتقال ده نغليه، بعد كده بنسيبه لمدة يوم في المية اللي انت غليتيها فيه، وبتستخدميه للشعر علشان بيتخلص بيمنع القشرة في الشعر. انا كنت حابه بس اقول لكم، هي طبعا في حاجات كتير جدا بس انا هعمل لكم فيديو قشر برتقال لوحده. بس انا حبيت قبل ما ابدا معاكم الماسك بتاعي اقول لكم يعني ايه ممكن نستخدمه في ايه قشر البرتقال. دي حاجه. تاني حاجه الماسك بتاعي ايه هو؟ الماسك بتاعي هعمله بعصير البرتقال والنشا. هو بيساعد على ايه؟ هو بيساعد برضو على تفتيح البشرة، بيعزز خلايا البشرة، وبرضو بينتج الكولاجين في البشرة عشان يمنع ظهور التجاعيد، وكمان بيمنع ظهور البثور و البثور السوداء اللي بتبقى في البشرة. وكمان احنا عارفين ان البرتقال بيحتوي على فيتامين سي، فده حلو جدا للبشرة الدهنية، علشان لو في عندك حبوب او اي حاجة هو بيطهرها بيفتح البقع الداكنة وبيفتح اثار الحبوب. طيب ماشي، احنا الماسك بتاعنا ده هنعمله ازاي؟ احنا هنعمله من النشا. طبعا احنا عارفين ان النشا بتساعد على تفتيح البشرة، وكمان هي عامل مساعد لتفتيح البشرة. فانا بستخدم معلقة نشا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، ومفروض بستخدم معلقة عصير برتقال. بفضل اقلبه بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا، ماسك رائع، ولو استمريتي عليه بشكل منتظم هتلاقي منه نتيجة هايلة جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الوصفات الطبيعيه بتعتمد على الانتظام بتاعك انتي. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اعمل ماسك النهارده واقول انا مستنيه النتيجه بتاعته، لا، ما فيش حاجه كده خالص. زي العلاج لما الدكتور بيكتبه لنا، طبعا ما فيش علاج انت هتاخدي برشامه دلوقتي هتسكنك بس هي مش هتعالجك. لا، انت لازم العلاج بتاخديه كله زي المضاد الحيوي كده. المفروض بيقولك ان انت المضاد الحيوي بتاخديه كله علشان التعب ما يرجع لكيش تاني، سواء لو انت مثلا بتعاني من زورك او حاجه والدكتور كتب لك مضاد حيوي، هو بيقولك امشي يعني خلصي علبه البرشام كلها، الكبسول كلها، علشان ده غلط هيأثر عليكي فيما بعد، فمش هتلاقي منه نتيجه. يعني ممكن تخفي يومين وهترجعي لنفس تعبك تاني. طب ما هو برضو الوصفات الطبيعيه كده، ما ينفعش ان انا مثلا عملت ماسك النهارده الله ده فتح لي بشرتي، لا،
انا مش هضحك عليك واقول لك لا انت هتحطيها يفتح لك بشرتك، هتحسي بنعومه ونضاره وكل حاجه. بس لو انا مثلا عايزه افتح عايزه بشرتي تبقى مشرقه بصفه مستمره، طب ما انا لازم انتظم على الماسك بتاعي. ما بقولكيش اعمليه كل يوم، لان اوريدي ما فيش حد مننا هيعمل ماسك كل يوم، مش فاضيين للدرجه دي. اعمليه يوم بعد يوم. اعملي لك كورس كده ان انت مثلا لازم 3 مرات في الاسبوع ان انت تعملي ماسك، او مرتين في الاسبوع. ده حلو جدا. ونوعي، تبقيش مثلا يعني خلاص استخدمت ده كورس مثلا مدة 3 اسابيع، اوكي ممكن اعمل حاجة تاني. انا بنزل لكم كل الماسكات بتاعتي طبيعية وحاجات حلوة جدا وانا مجرباها، حلوة جدا وهايلة قوي. فانا بقولك يعني مش اللي هو انا استخدمت الماسك فما حسيتش منه بنتيجة فخلاص لا الماسك ده مش حلو انا مش هستخدمه تاني. لا، المفروض ان انتي ده كورس بتمشي عليه لمدة 3 اسابيع، ده اقلها. زي كده برضو انا كنت مثلا باخد كبسول تطويل الشعر، فكان المفروض الكورس بتاعي من مدة 3 شهور ل6 شهور، فانا اوريدي انتظمت على الكورس بتاعي ومشيت خدته 6 شهور، وفعلا جاب نتيجة حلوة جدا ونتيجة هايلة قوي. فانا دي حاجة اكدت لي فعلا ان مفيش حاجة بتجيب نتيجة من اول مرة او تاني مرة، لا هو كورس. زي دكتور برضو الرجيم، زي دكتور الرجيم كده برضو المفروض ان انا بتابع معاه علشان اخس. فاوريدي برضو اي حاجة للبشرة اي حاجة لجسمنا هي بتبقى محتاجة كورس. ده الماسك بتاعي بقى بالشكل ده. احنا بنعمل ايه؟ بتفرديه كده على بشرتك زي ما انتوا عارفين اهو. عايزه اقول لكم ان هو بيساعد على شد البشره جدا، حلو قوي. بيبقى كده هو بيبقى شفاف بالشكل ده. بسيبه على بشرتي لمده 10 دقايق او ربع ساعه، بعد كده بغسله عادي بميه فتره عاديه، وان شاء الله يجيب معاكم نتيجه. زي ما قلتلكم انتظموا، ما تنسوش ان انتوا تنتظموا. ده الماسك بتاعي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده وتستفيدوا منه. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتعملي كومنت، ولو اول مره تشوفي القناه متنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. اشوفكم في فيديو جديد على خير. باي باي.